ايه السر ورا اني بجذب دايما علاقات سامة في حياتي ودايما بروح لها، ولو ما رحت لهاش هي اللي بتجيلي؟ السر ببساطة شديدة علاقتك بنفسك هي اللي بتحدد العلاقة اللي انت بتدخل فيها. يعني ايه؟ تعالوا ندي مثل. انا شخصية ما بثقش في نفسي وما بثقش في قدراتي، هجذب ليا شخص هيتحكم فيا، هيتحكم في آرائي، هيقلل مني، هيحسسني ان انا قليلة جدا، وهيحسسني ان انا في كل حاجة بتكلم فيها وآرائي انا عامة انها ولا حاجة. علاقتي كانت بنفسي جذبت لي الشخص ده. نيجي للمثل التاني. لو انا شخص دلوقتي على طول عايش دور المظلوم، الفيكتيم، كل الناس جاية عليا، أهلي وأخواتي، ومحدش بيحبني، وأنا بجد تعبت من الحياة دي، ومأساة مأساة كبيرة قوي. أكتر شخص هتجذبه، أكتر شخص هيبدأ معاك العلاقة بحب رهيب جدا هو الشخص النرجسي. هيتفنن في إنه هو يعرفك يعني إيه ظلم بجد، وإنك فعلا هتتظلم ظلم لحد ما تحس إنك خلاص انتهيت ما بقاش فيه. طب ندي مثل تالت. لو انت بقى شخص غير مكتفي ذاتيا بنفسك، وعلى طول بتحتاج بارتنر، شريك في حياتك، وعايز دايما احتواء، حب، امان، حنان من طرف تاني، هتجذب ليك اكتر شخص هياكل فيك حتة حتة، هياكل في طاقتك، هياكل في وقتك، هياكل في مجهودك، وهيفضل معاك لحد ما ينول منك اللي هو عايزه، الغرض المعين اللي داخل عشانه العلاقة. ودي ببساطة الناس اللي بتجذب ليها أشخاص سامة بالشكل ده. وآخر واحد ده من أكتر الناس اللي بتترن أون وبتترن أوف في العلاقة، لأني أكتر المثل التالت ده هو اللي بينطبق علينا بنسبة كبيرة جدا. سواء انت من اي مثل من الثلاثة دول دخلت في العلاقة دي، فانت مش داخل عشان تتعذب، انت داخل عشان تتعلم درس قوي قوي. الدرس ده ببساطة شديدة انك لو المثل الاول او التاني او التالت، فلو جينا على المثل الاول، فانت اديت لنفسك لو اتشافيت صح جرعة كبيرة قوي من انك تشوف نفسك بشكل تاني. فبالتالي اللي دخل علاقة وهو مش واثق من نفسه طلع من العلاقة دي بعد التشافي وإنه واثق من نفسه وفي قدراته جدا. اللي كان ضحية بدأ يحط كل شماعة في مكانها الصح وما بقاش يعلقها على البشر تاني. اللي كان دايما بيميل إن هو يلاقي حد يحتويه ويحبه والكلام ده كله، عرف إن هو يكتفي بذاته. دخولك في أي علاقة من العلاقات دي مش إنك تتعذب ولا إنك تكون مجني عليه. وظيفتها معاك العلاقة دي إنها هي تخليك تنضج روحيا علشان يكون في توازن نفسي. يعني مش معنى إن أنت دخلت في العلاقة دي إنك لا تستحق، أو إنه أنا دايما باخد أوحش حاجة في الدنيا خالص. هو علشان تفهم الرسالة صح وإنك تحب نفسك وتدللها بشكل صح. دخول الشخص ده في حياتك رسالة واضحة وصريحة جدا. أنت كان عندك نكران لجزء فيك، هو دخل علشان يوريك الجزء اللي ناقص فيك علشان تبدأ تشتغل عليه صح. وكأنه بالظبط بيرشدك لوعي أعلى. عدم حبك لنفسك، عدم تقديرك ليها، دايما في احتياج شديد جدا للعاطفة، فانت كل حاجة عايز تملاها من بره وانت ما كنتش مليان من جوه. هو دخل علشان يخليك تشوف الجزء ده، فبالتالي لما يخرج هتبدأ تكتشف الجزء ده. وعلشان كده دخوله كان لازم يعلم فيك قوي علشان تعرف ايه اللي ناقص وتملاه. فبالتالي دخوله هو خلى الوعي عندك يرتقي، يبقى فيه وعي اكتر، لان في الاول كان مفيش وعي اصلا. ده اقل بكتير قوي من التوازن النفسي اللي بيحصل. وعلشان كده هو كان لازم يدخل وكان لازم يطلع. ولما ده هيتم بالشكل الصح انت هتقابل الناس اللي في نفس وعيك، وهتكون عارف كويس قوي العلاقة اللي هتدخلها دي هتاخد منها ايه وهتديك ايه. اعرف ان كل حاجة دايما بسبب، وكل سبب فيه خير ليك كبير جدا، فحاول تفهم الرسالة صح.